كما تعلمون 2002 وقادم لفريق البنيوت كور قادما من البلوز نادي تشيلسي. تمشي كرة ركنية ضربة زاوية الهلال. نلعبوا في دقيقة 8 من زمن الشوط الأول عن مباراة أخيرة لدور ال 16 البلاي اوف الآسيوي. 4 كوريين، 1 من إيران، 1 من قطر، والسابع كان متأهل من السعودية نادي الشباب. فهل تكتب المملكة اسم ثاني وسط المتنافسين للقب آسيا ووسط الملاحقين لحلم المونديال بأبو ظبي؟ تمشي كرة وركنية ملعوبة رأسية الهدف الأول 1-0 للزعيم. هدف أول للهلال، كرة ممتازة جدا، يطلع فوق الجميع، يصعد فوق الجميع، والهلال يفتح باب التسجيل. 1-0 للهلال، كرة من ماجد المرشدي. فرحة كبيرة طبعا لسمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد وإيريك جاريتس. أخيرا ترجع له البسمة. الهلاليين يعودون، الهلال في المباراة الأهم لهذا الموسم ينجح في خطف الهدف الأول من ركنية. كرة ثابتة تنفذ بالمقاس، يطلع بالميلي يضربها بالسانتي، والكرة على يمين الحارس نستروف. 1 الزعيم، 0 القادم من تاشقند نادي بنيوت كور. إذن هدف في وقت مناسب جدا، هدف أول في المباراة، الهدف الافتتاحي الذي سيعطي الشحنة للزعيم. بالنسبة للهلال هذه هي مباراة الموسم. الفريق بعد أن انقضى عقد المشاركات المحلية بلقبين وبوصافتين ينجح في خطف الهدف الأول. ماجد أعلى من الجميع، ماجد فوق الجميع، وماجد يضرب البنيوت كور. فرحة كبيرة للبلج إيريك جاريتس. إيريك جاريتس اللي الأخبار تؤكد أنه سيكون في آخر مباراة الليلة مع الفريق الهلالي. أسوق الخبر ليس باحتراز بل ممكن بجزم وتأكيد. تأكيد قادم من المغرب وجزم قادم من الجامعة الملكية المغربية. نظير 200,000 يورو في الشهر سيكون مدرب أسود الأطلسي منتخب المغرب الوطني. إذن في انتظار مهمة هذا المساء، وممكن ننتظر قادم الأيام لتتضح المعلومة أكثر فرحة، ومن أكثر الأفراح، ومن أكثر المواضع، ومن أكثر المواقع، ومن أكثر المرات التي يعبر عنها جاريتس بهذا الشكل. وجاز أمام هجوم خطير جدا. شوف الكرات الكل ياخذ فيها الفريق الأوزبكي في وسط الميدان. شوية تحرك وشوية روح من لاعبي الهلال في هذه الدقائق مطلوب جدا. الخبرة ويمشي فيها كرة ياسر ويلهامسون الباس، ويلهامسون وقف الكرة، اضرب الهدف الثاني، اضرب يا السويدي. ولهامسون يحسم المعركة، ولهامسون يحسم المباراة. الهلال في الربع نهائي ان شاء الله. هدف ملعوب جدا، كونتر اتاك طلبته من لحظة، كونتر اتاك من نموذجي. القحطاني في دور بلاي ميكر يعطي كرة للسويدي، وهنا إضافة المحترفين وقفها ثم ضربها على طول كما طلبنا وكما طلبت الجماهير. 2-0 يا ويلي. مباراة صعبة وهدف ممتاز. الفريق الأوزبكي جاء منافس أمامه اليوم عنده خبرة آسيا، عنده طرق آسيا، عنده خطط آسيا، عنده خرائط آسيا، اسمه الهلال. 2-0 أو الشلهوب نعطيه الحق لمن أبدع. شلهوب ولا أحلى، جاب الهدف الأول، جاب الهدف الثاني، ضرب كرة على العارضة. سوبر ستار الماتش الموهوب، برافو يا شلهوب. ولهامسون بتاع لاعب كبير، بتاع لاعب عالمي، لعب في بطولات أوروبية كبرى. شوف الباس جاء في وقته، حتى قدامه وشات. والهدف الثاني والهامسون حذاري. نزلت المباراة طويلة لكن الهلال عمل سيناريو مميز. برافو دفاع مهاجم شلهوب، وعن طريق القحطاني رجع كرة والكونتر، المساحات، لعب له اللمسة ممتازة جدا. الثالث نفاز، جول. انه الهلال، انك في قصة الزعيم، انك مع حكاية زعيم، انك بمذكرات زعيم، انك لذكريات الزعيم، انك لحاضر الزعيم، انه مستقبل الزعيم. 3-0 لا زعيم غير هلال.
3-0 على بونيوتكور الزعيم الأوزبك. الزعيم الأوزبكي يفرط، الزعيم الأوزبكي يعترف، الزعيم الأوزبكي يقول ما قواك يا زعيم الرياض. 3 للهلال، 0 البونيوتكور. والرباعية متعود عليها البونيا، متعود عليها الداكور، متعود عليها البونياتكور. 4-0 ضد الانتي نادي الاتفاق، و3-0 اليوم، 3-0 اليوم، 3-0 اليوم، 3-0 اليوم. اشهد يا مراقب، دون يا حكم، اكتب يا قلم، تكلم يا لسان، علق يا معلق، حلل في التحليل، قدم للتقديم، قدم لتقديمة الزعيم، حلل انتصار الزعيم، اكتب وتكلم لمعركة الزعيم. 3-0 لابد من الهدوء، لا تخسر آسيا هكذا يا ياسر، لا تخسر بطريق الجمهور، وهو العاشق للأزرق، هو المحب للأزرق، هو الذي تقدم بالأزرق سنين وسنين. تقدم يا سويدي الفيكينج للبرازيلي من الطقس البارد للطقس الحار، في يوم حار، في مباراة هامة وساخنة يسجل تياغو نيفيز. محلاها الشلهوب في البدايات، 3 أهداف بختم الموهوب شلهوب للاعب السويدي ويلي، يلعب لنيفيز. نيفيز كرة تعلمها على الشواطئ، تعلمها في الكوبا كابانا، سجلها في الماراكانا، واليوم يسجل في استاد الكينج فهد. 3 للكينج السعودي نادي الهلال، 0 لكبير الأوزبك وزعيمهم نادي البونياتكور. ليس كمن بدا في الثمانينات استكشاف خريطة آسيا يا بونيوتكور مثل من بدا يلعب في القارة الصفراء في 2008. أول مشاركة كانت من 2 سنين. فريق قادم وبقوة هذا البونيوتكور، لكن ليس اليوم، ليست الليلة، ليست السهرة، ليست على حساب هذا اللون، ليست على حسابات هذا الاسم، ليس وأبدا على ظهر الهلال. الهلال يلعب مباراة بذكاء، مباراة الواقعية، مباراة النجاعة، مباراة الخبرة والقوة، مباراة الأسماء والنجومية. 3 كرات، 3 أهداف، كرة على العارضة وفرصتين أهدرهم الكاسر الكبرى السعودية. سامي الجابر يطلب من الجمهور الهدوء. طبيعي جدا نتيجة 3-0، أظن ممكن على الميكروفونات وعلى الشماريخ لابد من الهدوء. الهلال من جمهوره لا يستحق هذا.